السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم خبيزات معمرين اللي كيتقدموا باردين وكيجيو لذاذ بزاف. وصفة هي جد بسيطة ويعني كتجي لذيذة، ممكن تزينوا بهم المائدة الرمضانية ديالكم. بالنسبة المقادير ديالها كيف ما قلت هي جد بسيطة. كناخد حبة ونص ديال خيزو اللي غسلته وقشرته. عندي زوج حبات كبار ديال الكورنيشون او الخيار المخلل، الذرة، المايس، واحد الحك كبير ديال التونة ديال الزيت. عندي كذلك الخس اللي غسلته حتى هو. بالنسبه للخبز انا خديت الخبز ديال البيتا هذا. اللي ما متوفرش عنده ماشي ممكن تعجنوا خبيزات عاديين او لا ديروا بطبوط حتى هو كيجي به رائع. بالنسبه للتوابل عندي هنايا ملح وابزار على حسب الذوق. عندي معلقه كبيره ديال المايونيز، معلقه صغيره ديال الهريسه، هذه كتبقى اختياريه ممكن الاستغناء عليها. عندي معلقه كبيره ديال زيت نباتيه ومعلقه ديال الخل. صافي كيف كتشوفوا هذه هي المقادير. دابا غنفوتوا ان شاء الله لطريقه التحضير. اول حاجه بالنسبه اللي يستعمل الخبز ديال البيتا، فهو معروف انه كيكون طايب غير نص طيبه. الوغ كنطيبوه سواء في الفران او لا في الماكينه ديال الطوست ديال الخبز. غنخليه اول حاجه يكمل الطياب ديالو ونخليه يبرد. في الوقت اللي كيطيب عندي الخبز انا غنفوت للمرحله ديال الخضر وتشوفوا معايا الطريقه. بالنسبه للخضر كناخد حكاكه اللي هي رقيقه كيف كتشوفوا، وكنبدا كنحك فيها الخضره ديالي. نفس الشيء كنعمل الخيزو حتى هو كنحكو. دابا كنفوت للزيتون كنقطعو حتى هو. ممكن كذلك تستعملوا الزيتون خضر الا كان متوفر ماشي مشكل. كناخدو المايس كنضيفوه، كنضيفو التونه كذلك، كنضيف البزار والملح. عندي هنا المعلقه ديال المايونيز، الهريسه، الزيت والخل. صافي كنحرك هذا الشيء مزيان حتى كتندمج لي جميع العناصر، ومن بعد كنفوتوا للمرحله المواليه. من بعد ما كيوجد عندي الخليط كيف كتشوفوا كيولي على هذا الشكل هذا. صافي كناخذ الخبز ديالي من بعد ما طيبته كنحلو هكذا، يعني بهذا الشكل هذا كيكون كافي. بالنسبه الا استعملتوا خبيزات اولا البطبوط كديروا له نفس الشيء. كناخذ اول حاجه كنحط واحد زوج معالق من الخليط بالداخل ديالو. كناخذ الخس، كناخذ الخس وكنديرو فوق منه هكذا بهذا الشكل هذا. صافي وكنحطو في الطبسي. نفس العمليه كنكررها. كنحل الخبز بالداخل، يعني هذا الخبز ما يحتاجش نديرو فيه يعني شي صوص بالداخل ولا، لان اصلا راه دايرين المايونيز هنا ودايرين كل شيء، يعني ما يحتاجش نزيدو عاد شي حاجه اخرى. صافي كنكمل هكذا بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع الخبز اللي عندي. من بعد ما
كنساليو الخبيزات ديالنا، فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيف كتشوفوا كيجيو خبيزات اللي هما لذاذ بزاف، كنقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه وزياره موقع الانترنت اللي فيه الوصفات مكتوبه. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.